السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاي لكم النهاردة بفيديو جديد، فيديو حلو قوي ان شاء الله تستفادوا منه. بس لو أول مرة بتشوفيني أنا رانيا ودي قناتي، يا ريت تنزلي تشترك في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات اللي أنا بعملها أول بأول. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش في لايك وتعليق حلو زيك تشجيعا منك ليه. ويلا نقول بسم الله ونبدأ الفيديو. النهارده هعمل لكم خلطه يعني للمسحوق كده تغسلوا بيها، بسم الله ما شاء الله هتنور الغسيل بتاعكم مهما كان بقى الوان ابيض، هتخليه بسم الله ما شاء الله يعني منور على الحبل، وكل الجيران هيسالوكي عن سر النظافه والزهزهه والنور اللي طالع من المسحوق بتاعك. بس اول حاجه كده معايا قطعه من الصابون البلدي. القطعة دي انا جايباها ب10 جنيه. ولو انت بتستعملي لو انت بتعملي الصابون البلدي ده في البيت هيكون افضل وافضل، لان اللي احنا بنعمله في البيت بيكون ناشف وبنديله فترة كده، يعني ياخد كده فترة عشان مرحلة التصبن بتاعته، وبيكون ناشف وكويس قوي. لكن اللي احنا بنشتريه من بره دايما بيكون طري، عشان لسه بيكون لسه معموله كده فبيكون طري. فعشان تتفادي موضوع الطراوة اللي فيه دي، فانت بعد ما هتبشريه هتحطيه يوم كامل في الهوا كده، تفرديه على طبق كبير او صينية وتحطيه في الهوا علشان ينشف. انا ببشره دلوقتي على اكتر حتة ناعمة في المبشرة. تمام، ابشريه ناعم جدا عشان يتخلط بسرعة مع المسحوق، يتخلط كويس اوي مع المسحوق، وكمان لما نحطه في المية يدوب بسرعة جدا وما يفضلش فيه بواقي صابون كده تلزق على الهدوم. كل ما يكون ناعم اول ما تحطيه في المية هيدوب بسرعة وهينضف معاك وهيبقى زي الفل. لكن لو عملتيه خشن ممكن يلزق في الهدوم وما يدوبش بسرعة، وهيعمل لك هيلزق في الهدوم، يبقى قطع كده وهيبقى شكلها مش لطيف يعني. فالاحسن ان انت تعمليه على اكتر حتة ضيقة في المبشرة. تمام، انا كده بشرته خلاص، ودي اكتر حاجة، اكتر ناحية ضيقة في المبشرة زي ما قلت لكم، عشان كده هو ناعم جدا. انا طبعا لازم تسيبيه ينشف، لكن انا هشتغل فيه على طول عشان بس التصوير. تمام، المكون التاني اللي معانا هو المسحوق، والمسحوق ده يرجع لك انتي، النوع يرجع لك زي ما انت عايزه تستعملي شركات، عايزه تستعملي سايب براحتك، مش هتفرق. تمام، الخلطه اللي احنا عاملينها دي ما شاء الله هتقوي هتخلي المسحوق قوي معاكي وهينضف وهيبقى زي الفل مهما كان. تمام، لو هتستعملي شركات استعملي النوع اللي انت عايزاه، بس يا ريت ما يكونش مقاطعه. ولو هتستعملي المسحوق السايب عادي برضو استعملي اللي انت عايزاه، هيديكي برضو نتيجه كويسه قوي. خلاص احنا حطينا المسحوق على الصابون المبشور، هنقلب كويس قوي عشان كله يتخلط مع بعضه ويكون واحد. كده هنروح للمكون التالت اللي معانا النهاردة، وهو البريكس اللي هو مزيل البقع. الكيس ده انا جايباه ب5 جنيه، هنحطه على الكمية اللي احنا عاملينها. احنا عاملين كيلو من المسحوق، انا كنت جايبة كيلو الباقي ده ب50 جنيه، فانا عامله مقدار كيلو، هحط عليه كيس واحد بس من بريكس مزيل البقع. وطبعا ده ضروري عشان لو في عندنا اطفال، وطبعا كلنا عندنا اطفال، فدايما الملابس بتاعتهم بتكون عليها بقع وكده، فده افضل حاجه ان انت تحطي كيس بريكس او كيسين على حسب الكميه اللي انت عاملاها. تمام، هنخلطه برضو كويس قوي مع بقيه المكونات. دلوقتي هنروح للمكون الرابع، والمكون الرابع اللي معانا النهارده هو كربونات الصوديوم. بنجيبها من عند العطار، هنحط منها مقدار معلقتين كبار. لو عايزة تستبدلي كربونات الصوديوم هنستبدلها بزهرة بيضة، وتيجي من عند اللي بيبيعوا منظفات سايبة او خامات المنظفات، هتقولي له عايزة ب10 او ب20 جنيه. زهرة بيضة بتديكي نفس النتيجة ودايما وممكن احسن كمان. هنقلب برضو كويس قوي كل المكونات مع بعضها عشان تتخلط كلها مع بعضها وتكون واحد. هنجيب دلوقتي المكون الخامس، وده اخر مكون معانا، ما تزهقوش، بس بجد لما تستعملوا الخلطة دي هتحبوها جدا وهتدعولي، لانها بجد بتخلي الملابس نضيفة جدا. المكون ده هو ملح الليمون، وهحط منه معلقة كبيرة وهقلب كويس قوي. الخلطة دي هتخلي المسحوق بتاعكم ينضف جدا، حتى لو يعني لو مش عايزة تستخدمي كلور، انا ما بستخدمش كلور، بستخدم الخلطة دي بس. بس لو انت عندك غسالة فوق اوتوماتيك وبتشتكي ان انت
ان هي ما بتنظفش زي بقيه الناس. يعني في كتير قوي من الناس بتشتكي ان هي مش بتنظف الهدوم. عايزه اقولك بس ان انت لازم تعملي دوره او دورتين غسيل قبل ما تعملي البرنامج الكامل. تعمليها الغسيل بس من غير شطف او عصر، وبعد كده تعملي لها البرنامج الكامل وتحطي من الخلطه دي بسم الله ما شاء الله، هتلاقي الهدوم طالعه معاكي منوره وزي الفل، وهتبقى على الحبل كده منوره. ما تنسينيش بقى بدعوة. ولو وصلت معايا لحد هنا متنسيش باللايك، ولو لسه مشتركتش في القناة انزلي اشتركي وفعلي زر الجرس، واشوفك على غير الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.